كمال الجنزوري لاستعادة الأمن هو إيه؟ يعني هل دكتور كمال الجنزوري بيفكر في إنه يجيب شخص عسكري وزير للداخلية؟ هل بيفكر إنه يصعد قيادات صغيرة في وزارة الداخلية؟ إيه مفهومه في الأمن؟ أضف إلى ذلك إنه حضرتك اجتمعت مع ممثلين عن ائتلاف أحد ائتلافات الشرطة، وده برضو سبب حالة من اللغط في وزارة الداخلية داخل وزارة الداخلية. عايزة أعرف مفهوم حضرتك عن استعادة الأمن وتقدر ترجع الأمن في قد إيه؟ لا بس الأول على حكاية الإخوان بتوع ائتلاف الشرطة. أنا كان امبارح مكتبي مفتوح، استمر من الساعة 9:30 لحد الساعة 6 بالليل، وشفت ما يقرب من 100 واحد، مجموعات منهم مجموعة دي. فأنا لا سألت واحد أنت مين ولا جاي ليه وسمعت، ولم أتكلم في أي شيء يتعلق بوزير جديد هنا أو هنا. افترض وسيب ورقة وسيبها عند السكرتيرة بره، وبالتالي ليس من منطق ان انا اتكلم مع ائتلاف لوزاره قائمه. يعني المفروض ارجع الوزاره نفسها، نكلم الوزير نفسه، نكلم الوزاره اللي جايه، ولكن كانت نوع من انواع فتح الباب للكل، فسمحته يعني عشان كده ما كانش مقصوده. وبعد كده خرجوا والائتلاف اعلن في التلفزيون دول ما يمثلونوش، لا ده احنا الممثلين. فانا ما كانتش قضيه. لا، واللي فهمناه كمان من كتير من الضباط من داخل الوزاره ان هم يعني ما فهموش، يعني في حاله من الغضب المكتوم حصلت امبارح. لا ما انا بقول لك ان هو تصوروا ان انا استمعت ليهم وهم رشحوا بتاع. الكلام ده مش وارد، لان مش ممكن اخد ترشيح بهذا الشكل يعني. لكن انا كان مكتبي مفتوح امبارح للجميع بغض النظر، دول شباب، دول فلاحين، دول مهنيين، دول شرطه. ما كنتش اقول لا دول ما يخشوش، مش ممكن يعني. ولكن باكد لاخواننا اللي هم اعترضوا قالوا احنا وكلموني انهم يجوا، بقول انا بقى ارجو ان احنا يعني ابدا نتحرك شويه في انه الوزاره تتشكل ازاي او بتاع، ولكن ما كانش مقصوده ولا يحقل خالص ان انا جهاز بهذا القدر وهو وزاره الداخليه ان انا اخذ معلومه من طيب دكتور كمال الجنزوري يعتقد أنه يستطيع يعيد الأمن لهذا البلد خلال قد إيه؟ وبرضه تخيلوا عن منصب وزير الداخلية. لا أنا مش هقدر أتكلم على مين هو وإزاي، لأن زي ما كلمتك مش خروج من السؤال إن أنا أقول اسم ولا هروب ولا حاجة. لكن أنا بخبرتي في الفترة اللي أنا كنت موجود فيها أعرف كويس التركيبة الموجودة في الداخلية بمباحث امن الدوله، مباحث امن العام، الامن المركزي. ما كنتش وزير كده، لا كنت وزير بمعنى رئيس وزراء، بمعنى ان انا اعرف العلاقات بينهم وتاثيرهم ومين الفعال في الشارع ومين اللي ياثر على كذا. التركيبه بتاعه وزاره الداخليه اعرفها بخم خبره، مش بس وانا رئيس وزاره وانا نائب رئيس وزاره 11 سنه. فخبرتي في التركيبه الفاعله في وزاره الداخليه ممكن بالتعاون مع وزير داخليه اللي ممكن يقع عليه الاختيار. اعتقد انا اقدر اعمل حاجه، بس بقول مش هقدر اعمل حاجه وبكررها تاني وليس هروبا. لا يمكن اعمل الا اذا كان الشارع هدي. هدي من الصمات الفئويه. ومش طيب. حاجه هتروح يعني، لو حاجه ما تعملش نعمل صمات تاني ونعمل اجتماعات تاني. طيب. لكن بدل اللي بيتعمل ده لصالح البلد اللي هم بيسعوا ليه، وانا متاكد 100% انهم بيسعوا ليه، انهم يدوا فرصه شهرين ان احنا نعمل حاجه وبالذات في الامن. طيب حضرتك مش بس وزير تخطيط، محافظ، نائب رئيس وزراء البلد دي دكتور كمال ممكن تستعيد امنها؟ البلد اللي انت عارفها كسياسي وكتنفيذي وكمان في المحليات، ممكن يرجع لها الامن في قد ايه في تصورك مع القياده اللي هتختارها لوزاره الداخليه؟ بقول لو حصل انه حصل هدوء، وهدوء بتقاعد يعني نتعاقد مع انه يحصل هذا الهدوء لكل الاطراف. اولا مع التوافق ان يكون في الوزاره اطراف مختلفه حتى لا يستأثر بتشكيل الوزاره. عاوز ناس على مستوى من المعرفه والقدره وارضاء الشارع عليهم يكونوا موجودين مع بعض عشان العده تكمل يعني. لانه لا يكفي الهدوء في الشارع، ولكن عاوزين نادي اللي ورا الهدوء في الشارع. وعاوزين الكل يشارك معاه. لو حصل تعاقد بان احنا نحطى فتره شهرين ثلاثه، تعاقد بينكم وبين الشعب وبين الناس، وعشان يبقى في تعاقد حقيقي واتكلم بصراحه ان يكون مساهم معي اطراف مختلفه من
اطارات السياسيه الموجوده في البلد. لو هذا الامر حصل، وحصل انه كل ما هو موجود في الشارع فئويه او غير فئويه توقف شهرين الى 3، انا بقول للمواطن المصري مش ليكي ان ممكن يشعر بالكثير جدا من الامن عما هو عليه دلوقتي. يعني خلال شهرين ونص 3 ده تصورك؟ بقول لك مشروط، وبكرهها المره الثالثه، لابد ان يهدأ الشارع، وليس هذا اعتراضا عليه، ولكن رجائي لكل من يساهم هذا مع التاكيد على ان اللي بيتعمل ده من جانبهم 100% من المصلحه العامه كما يرون. بقول البلد دي في مرحله ما هتكون في وضع سليم، واللي هيقيدها انتوا يا شباب. طيب هتفعل القوانين اللي اعلن عنها في الحكومه السابقه من تطبيق العقوبات القانونيه اللي لها علاقه بايقاف عجله الانتاج او تهديد الانتاج؟ هتفعل القوانين دي يا دكتور كمال؟ اي قانون صدر، هم اعلنوا عنه وما فعلوهوش، بس لا، اي قانون صدر واجد ليه ان هو اولا اي قانون لازم يصدر لازم ينفذ يعني، ولكن القوانين اللي هي صدرت لمصالح الناس لابد انها تفعل. يعني رغم كل الدوشه او كل الشغل اللي اشتغلته خلال امبارح والنهارده وعدم الاتصال بحد، انا قعدت مع بعض الناس اللي بيساعدوني في وزاره الماليه لاوجد بعض الاجراءات، لان المشكله كمان اللي نتجت عن جمود الاقتصاد في ال10 سنين والنهب اللي انا قلت عليه خلى العداله الاجتماعيه مهتزه بشكل كبير، لان العائد المجتمع ده لابد ان يعود للغالبيه العظمى مش لقله قليله يعني. فمش كلام يعني انا يعني ما بقولوش دلوقتي عشان ما يبانش زي الدعايه الانتخابيه يعني يعني في عاملين حوالي 500,000 موجودين في الحكومه ممكن تثبيتهم. في عاملين 500,000 عامل في الحكومه، نسبتهم وتقديرات وتكلفتها موجوده، وكل الارقام دي كان الهدف الرئيسي منها انه لا يضيف لعجز الموازنه. انا باخده من اعتمادات اجماليه في المواد الموازنه او اعتمادات موجوده مبالغ فيها بعض البنود، زي بقول تثبيت 500,000، تعيين العاملين اللي بيتقاضوا مرتبات على الصناديق وحسابات خاصه لانه بيشتغلوا شويه رفد، تعويض جميع المصابين واسر لانه في بعضهم خد وبعضهم ما خدش، اعفاء المزارعين من ديون بتاع البنك الائتمان، وقائمه مش عاوز، لكن شغل الشاغل. قعدت امبارح هذا الكلام لابد ان يعرض في اول جلسه مجلس وزراء عشان ادي قدر. معلش بس اصل انا يعني عايزه استوضح اكتر يا دكتور كمال. يعني حضرتك بتقول دي الطلبات اللي موجوده، ولا حضرتك بتقول ان دي حزمه اجراءات ممكن تقوم بيها خلال ايام؟ لا، انا مش هقوم بيها، بقول هتعرض على مجلس وزراء باقتراح يروه اذا راوا نصدره. بقول الاجراءات الهدف منها ان انا اعالي يعني ادي قدر من الامور تريح العاملين في الحكومه ومش مثبتين، العاملين على مستوى صناديق والحاجات دي اللي هم مؤقتين برضه، التعامل الفلاحين مع بنك الائتمان بحيث كل الغرامات اشيلها، امر اخر معاشات الضمان الاجتماعي تزيد. كل دي اجراءات ليه؟ لان انا عندي شعور من عملي ان حينما تختل العداله الاجتماعيه الامور بتزيد، لان عندي مجموعه من الناس 6 مليون موظف و6 مليون في المعاشات وفلاحين وعمال، فهذه الاجراءات مش عاوز اقول تفاصيلها. طب الاجراءات دي حضرتك بتقول كاقتصاد ان هي لا ترهق موازنه الدوله؟ لا، ده كان المقام الاول في العمل خلال امبارح واول امبارح ان انا اراجع بنفسي، لان بنود الموازنه عندي كنت بتابعها بان انا ازاي، لان عجز الموازنه كبير جدا وصل ل 134 مليار، فانا لا يمكن اضيفه، انا عاوز انقصه، لان هيكون برضه في اجراءات لترشيد هذا الانفاق بين ال 134 دول و 100. ولكن في نفس الوقت الاجراءات اللي بعملها دي لتعادل قدر او تضيف قدر من العداله لبعض العاملين واهل المعاش والفلاحين دون ان تؤثر على الموازنه العامه، فباخدها اما اعتماد اجمالي او من بنود مبالغ فيها. ومع هذا مش عاوز اقول تفاصيلها حتى يبدو انها نوع من انواع الدعايه يعني، لكن ان شاء الله في اول. لا، ما هو هقول لحضرتك على حاجه، هي صعب انها تحسب انها دعايه، لانه الوقت
محدود يعني، او خلينا اقول محدد. أيوة. اي حاجه هيعلنها دكتور كمال الجنزوري هيسأل عليها، فما اعتقدش حضرتك هتعلن شيء لا تستطيع ان تنفذه. لا، ما انا بس برضه مش عاوز يقال عني ان انا خدت قرار قبل ما يؤخذ راي مجلس وزراء. لا، ده تصورك يعني، حضرتك شايف انك عايز او في نيتك. انا بخبرتي في المجال المالي والاقتصادي كنت باخد جزء من اجزاء اللي تريح الناس، لان الناس عانت في خلال الفتره الاخيره من وقف السياحه ووقف كذا وكذا وكذا. وبعدين حصل نقله كبيره في الاسعار بشكل ما يلمسه والاسعار ده تم للعجز الموازنه، وبالتالي كان بيواجه بقدر من الطبع الاوراق البنكنوتيه بتاثر. فكان شغلي الشاغل في مهنتي دي ان انا اقعد امبارح بعد 10 ساعات لقاءات وقبلها بساعات ان انا اشوف بعض الحاجات اللي ممكن، بس كان الهدف الرئيسي هذه الامور كيف يمكن تتم دون ان تؤثر على عجز الموازنه، اما ان تاتي من اعتماد اجماليه او تاتي من بنود مبالغ فيها، لكن مش عاوز اقولها اولا عشان لا تحسب على انها دعايه، نمره 2 ما اقدرش اخد القرار ده الا لما يعرض على مجلس وزراء. طيب انا مش هفتح جوه الورق، بس انا هقرا العنوان للمشاهد. دي مذكره شخصيه دكتور كمال الجنزوري محضرها لنفسه، مش هفتحها والله. مع عنوانها: المرحله الاولى من الاجراءات المقرر ان تتخذها حكومه الانقاذ الوطني. دي مذكره وضعتها لنفسك. وبعدين ما اقدرش اتحرك فيها الا لما المجلس يوافق عليها، ولكن بقول اللي خلاني يعني ما هو حضرتك هتبقى ترأس المجموعه الاقتصاديه برضه يعني، ما في النهايه لا هنخليها المجلس كله وفي نفس الوقت تفاصيلها مش عاوز، لكن بقول انا كان كل في اجراءات لها علاقه بالسياحه يا دكتور، ولا دي شايفها اعباء اضافيه يعني؟ لا في اجراءات عاوزه وقت اكبر. لان السياحه اول خدمه تعملها للسياحه الامن. يعني الامن اتحرك، السياحه عندنا تتضاعف في خلال فتره وشيكه، وخاصه السياحه اللي بتبدا عندنا ديسمبر ويناير اللي هي سياحه الشتاء دي بتبقى اكثر بكثير من الصيف. فده اكبر خدمه ليها، لكن انا بتكلم على كواحد كنت مسؤول سنين طويله، المعاناه اللي بيواجهها الموظف، المعاشات، المزارعين وتعاملهم مع وزاره الزراعه وبنك الائتمان، ومبالغه في الفايده، ثم مبالغه في الفايده انه ما يدفعش الغرامات، امور اخرى كثيره. الحد الاقصى والاجراءات الترشيديه موجوده في المذكره دي؟ الحد الاقصى الاجور اللي اتكلمنا عليه كتير برضو مش عاوز اعلن عشان مش عاوز يقال ان انا خدت قرارات. انا بقول انا فكرت او حاولت ان انا ابتعد عن ده تصور رئيس الوزراء. يعني احنا في حاجه ان احنا نعرف تصور حضرتك. يعني بعد اليوم الطويل ده وقبله برضو كان يوم طويل، حاولت اشغل نفسي بشيء انا في داخلي عشان انسى، وعشان كده انا ما اشوفش تلفزيون ولا جرائد امبارح واول. طيب تطبيق الحد الاقصى ده مالوش استتباعات ضخمه؟ يعني احنا فهمنا انه التاخر فيه لانه في حاجه صعبه ما كرجل اقتصادي شايف. لا وممكن يوفر قد ايه؟ هو ده السؤال يعني. هل ممكن يعني لا الحسبه لكن في مواقع عديده بترى او بتاخد مبالغ اكثر بكثير من اي ما يقال، ولكن ممكن القرار يطلع برقم معين الحد الادنى، ويعطى استثناء لحالات معينه ممكن بعد العرض على مجلس الوزراء، يعني عشان ما اقفلش الباب على كفاءات انا في اشد الحاجه اليها، بس ما تكونش الالافات دي الاف، يعني هتلاقوا عدد بسيط، فما اقفلش الباب في انه يبقى قرار من مجلس الوزراء مش متروك للجهه يعني. وده لا يطبق الا على الحكومه والقطاع العام.